السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة جدا، بسيطة، ما بيختلفش عليها اتنين، وغير مكلفة بالمرة. كل مكوناتها موجودة في البيت، مفيش بيت مفيهوش دقيق، مفيش بيت مفيهوش زيت ولا خميرة. والنتيجة بتاعته هايلة جدا، مقرمش وطعمه حلو وأوفر وأنضف من بره مليون مرة. شايفين جماله وشكله؟ طعمه بقى تحفة. إن شاء الله لما تجربوها يعجبكم جدا. نبدأ على بركة الله ونشوف عملناه ازاي. عندي 4 كوبايات دقيق، بالكوباية اللي قدامكم دي عايرتي بيها الدقيق، هي اللي هعاير بيها الزيت، هي اللي هعاير بيها المية. 4 كوبايات أي ما يعادل نص كيلو. نص كوباية زيت، معلقة خميرة، معلقة كبيرة، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقتين كبار سكر. هحط السكر والخميرة على الدقيق وهقلب كويس جدا عشان يختلط الخميرة والسكر مع الدقيق. بعد كده هضيف نص كوباية الزيت، هقلب كويس قوي كأني ببسه بالظبط، بحيث ان يختلط الدقيق مع الزيت، يبقى عامل لي حبيبات كده زي الرمل. زي كده، شايفين مرمل ازاي؟ هو ده اللي مطلوب. بعد كده هجيب المية. انا مش عارفة هستخدم مية قد ايه، المية بتبقى حسب نوعية الدقيق. عندي اول كوباية حطيت عليها الملح وقلبته، وهضيفه على الدقيق برضو، هضيف شوية شوية، المية دي دافية. كده خلصنا اول كوباية. طبعا كمية المية هتختلف حسب نوعية الدقيق. دي الكوباية التانية هنستخدمها برضو بالتدريج. هنفضل نعجن كويس قوي كده لحد العجينة ما تنعم في ايدينا وتبقى مطاطية. عجينة البقسماط هتبقى طرية وما بتلزقش، وأما افرد العجينة كده بايدي احس انها بتمط معايا وما بتتقطعش. كده ده معناه ان العجينة ناجحة 100%. كده خلاص خلصنا مرحلة العجن. هجيب بولة فاضية واحط فيها نقطتين زيت واحط فيها العجينة واغطيها واسيبها تختمر. دي المية اللي فاض معانا من الكوباية التانية كوباية الا ربع، خدنا ربع كوباية بس، يعني استخدمنا في العجن كوباية وربع مية. خلاص العجينة خمرت معانا، هنفضي الهواء منها. هسيبها ترتاح دقيقتين واجيب السمسم احط عليه شوية من المية، اخليه يبقى مندي كده شوية، علشان لما احط على البقسماط يقوم يلزق في العجينة كويس قوي. مية عادية من الحنفية. السمسم اللي استخدمناه هنا هو سمسم ابيض مش متحمر. هقطع العجينة قطع صغيرة. العجينة لما بتكون مستريحة بتبقى سهلة في التشكيل جدا، شايفين في ثانية بتتفرد. هنفرد من جوه على بره. نحط ايدينا في نص العجينة كده واحنا بنلف وبنبرم هنطلع على بره بايدينا كده، من جوه على بره. هنعملها رفيعة علشان العجينة لسه هتختمر، فنحاول نعملها رفيعة قدر الإمكان.
علشان لما تختمر تبقى حجم البقسماطية كده معقول، ما يبقاش قد رغيف الفينو. ما شاء الله العجينة طرية كده وسهلة وتتفرد بسهولة. شايفين من جوه على بره، سهلة جدا جدا في الفرد. والاطراف لو مش متسوية هنقصها وهنكمل عادي ونحطها في السمسم ونحط في الصاج. سهلة سهلة جدا 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 البقسماط. في طريقة تانية لللفة اهي، هلفها كده بشكل رول او اسطواني كده، والحمها من الاطراف كويس والفها برضو. سهلة جدا الطريقة دي، اللي عايز يعمل كده يعمل، واللي عايز يعمل كده. دول طريقتين تفردي بيهم العجينة. شايفين ما شاء الله ما بياخدش وقت خالص، سهل جدا جدا في عمايله. وعلى الاقل يبقى عملنا حاجة نظيفة للولاد. وبعدين الاربع كوبايات دي دول بيعملوا كمية كويسة جدا، يعني انضف واوفر من بره. كده احنا خلصنا اول نوع اللي هو البقسماط الطويل او الصوابع. كده هسيبه يختمر. نبتدي نعمل النوع التاني اللي هو البقسماط المدور او الكحك اللي هو بالسمسم ده. عمايله سهلة جدا، مجرد بفردها كده زي البقسماطية طويلة، وبعدين بلفها بالطريقة دي. اي شكل يجي على بالكم تحبوا تعملوه اعملوه، يعني ما تتقيدوش بشكل معين، المهم النتيجة تكون كويسة. ده خلصنا النوع التاني اهو، هسيبه برضو يختمر كده. بعد ما اختمر حجمه تضاعف، هولع الفرن على 160 واسيبه يسخن. هحطه على الشبكة اللي في النص، مش اكتر من كده، 160 درجة حرارة الفرن، عشان ده ما بياخدش نار عالية، عشان يطلع ناشف ومقرمش. ما شاء الله طالع بشكله جميل جدا ومقرمش جدا وهش جدا. الهشاشان ده بسبب العجينة، كل ما كانت العجينة مخدومة كويس ومرنة كده وكويسة، كل ما طلع النتيجة هايلة بالمنظر ده وهش بالطريقة دي. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. اللي لسه ما اشتركش في القناة رجاء الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.